وانا رايح اوردر التصوير النهارده كلمني محمود بتاع الانتاج وصوته كان متوتر جدا. كان بيقول لي: يا استاذ ماريو، الكلاينت هو معهوش فلوس يجيب كلاك، هنعمل ايه؟ سرحت لمدة ثانيتين عمال افكر هنعمل ايه. وبعدين في اللحظة دي دخل عليا بابا مرة واحدة وهو بيقول: ايه هو الكلاك ده يا ابو حميد؟ في الحقيقة ما فهمتش ليه هو بيتكلم كده، بس تمام. كنت باصص له كده وقلت له: الموضوع كبير قوي، محتاج كوبايتين قهوة. اتفضل يا بابا. الكلاكيت ده يا حاج جاي من كلمة فرنساوي ومعناها الترك، وهو عبارة عن قطعة خشبية أو أكليريك، واللي الناس متعرفوش إنه تكاد مهمته من أهم المهمات في التصوير وبعد التصوير، وده لأنه بتسجل عليه رقم المشهد ورقم الشوت اللي جوه المشهد، ولو المشهد اتعاد تاني ولا لا. وبعدين بقى بنشوف الكلاكيت تمسك الكلاك وهوبا مرة واحدة بيرجع كده. وده بقى بيخلي المونتير بعد التصوير يقدر يوصل للمشهد اللي هو عايزه بكل سهولة، لأن أول كادر بيشوفه في الماتيريال بيكون الكلاك ده، غير إن صوت ضربة الكلاك ده هو الصوت اللي بيقدر المونتير يسنج بيه الماتيريال، لأن زي ما قلت لك قبل كده في السينما الصوت بيتاخد لوحده والصورة بتتاخد لوحدها، فبيقوم المونتير يسمع الكلاكيت بيقول مثلا مشهد 3-5 أول مرة في ماتيريال الصوت، وبيشوف المشهد اللي مكتوب عليه نفس المشهد، وأول ما يشوف الكلاك بيخبط بعضه ويسمع صوت الضربة بيقطع اللحظتين دول مع بعض، فبيقوم بقى نفنش الماتيريال مع بعض والموضوع بيكون سهل جدا. وبكده يقدر المونتير يشتغل على الماتيريال بكل سهولة. طيب انت ما قلتش لمحمود برضه هتحلوا المشكلة دي ازاي؟ ده الموضوع طلع كبير يا ابني. محمود يا لهوي، ده انا نسيته. الو، ايوه حودة. انت فين يا استاذ؟ الكلاينت مشي ومش عايز يصور الاعلان. ماشي يا بابا.